فيلم خطة الباندا هو مغامرة كوميدية مليانة أكشن وتشويق، بيمزج بين الضحك والإثارة واللمسات العاطفية اللي بتخلي القلب يدق. البطل هو جاكي، نجم الأكشن اللي الكل بيعرفه، اللي بيلاقي نفسه فجأة في مهمة غريبة: إنقاذ باندا صغيرة كيوت اسمها هوهو من عصابة خطيرة عايزة تخطفها. الفيلم بيحكي عن الصداقة، الشجاعة، والخير اللي بيكسب في النهاية، وكل ده في إطار ممتع يناسب الكبار والصغيرين. الفيلم بيفتتح بنشرة أخبار عالمية على شاشة تلفزيون كبيرة في ميدان عام. المذيع بيتكلم بحماس زيادة: خبر عاجل من جزيرة نوح، زوج الباندا الشهير يوان يوان ومان مان اللي نقلوا للزو نوا من 3 سنين، خلفوا باندا صغيرة نادرة جدا. الباندا دي مش أي باندا، دي نجمة عالمية من يوم ما اتولدت، اسمها المؤقت بيبي جيموي، وبتتميز بعينين سودا بحجمين مختلفين، حاجة غريبة ونادرة بسبب جيناتها الفريدة. المذيع بيكمل: الباندا دي عندها أكتر من 700 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، وبتعتبر واحدة من أندر الحيوانات في العالم. الناس في الزو بيحتفلوا، والزوار بييجوا من كل حتة عشان يشوفوا النجمة الصغيرة دي. هو وهي بتلعب في قفصها، بتتزحلق على بطنها وبترمي قطع البامبو في الهواء. الزوار بيتصوروا وهم بيضحكوا. يا لهوي، دي أكتر حاجة كيوت شفتها في حياتي. شياوشو اللي بتعتني بالباندا بتقول للزوار: هو دي شقية قوي، بتحب تلعب وتنام، ولو شافت حد بيضحك بتكركر. المشهد بيخلي الجمهور يحس إنه هو مش مجرد حيوان، دي شخصية ليها كاريزما. في فيلا فخمة مليانة تحف ذهبية ولوحات فنية، رجل أعمال غني جدا اسمه فريها قاعد مع مساعديه. فريها راجل متعجرف، بيحب يمتلك كل حاجة نادرة، زي لو الحياة لعبة جمع تذكارات. وهو بيبص على التلفزيون ويشوف خبر عينيه بتلمع: الباندا دي لازم تبقى عندي، دي هتبقى جوهرة مجموعتي. مساعده بيحاول يقول له: يا فندم، دي مش للبيع، والسعر لو حصل هيبقى خيالي. بس فريها بيقاطعه: خيالي؟ أنا عندي فلوس تخلي الخيال يبقى حقيقة. اتفق معاهم وجيبوا الباندا دي بأي تمن. المساعد بيوافق، بس من جواه عارف إن الموضوع ده مش هيبقى سهل. في مكان تاني، عصابة مرتزقة محترفة بتتجمع في مخبأ سري. الزعيم راجل صوته تقيل وعينيه زي الصقر بيشرح المهمة: هنخطف الباندا من زو نوا ونبيعها لفريها ب100 مليون دولار. الخطة لازم تكون زي الساعة. واحد من العصابة اسمه جيمس بطريق: احنا بنقاتل جيوش ونفجر قواعد، ودلوقتي بنخطف باندا، ده احنا هنبقى أضحوكة العالم. الزعيم بيرد ببرود: 100 مليون دولار مش أضحوكة يا جيمس، نفذ وخلاص. العصابة بتوافق، وبيبدأوا يخططوا للتسلل للزو. قطع كاميرات المراقبة وفتح قفص هو في الليل. في نفس الوقت جاكي، نجم الأكشن اللي الكل بيحبه، كان في موقع تصوير فيلم جديد. المشهد بيوري جاكي وهو بيعمل حركة خطيرة، بيواجه 30 راجل لوحده، بيضرب ويتقلب في الهواء زي النينجا. المخرج بيصرخ: كات يا جاكي. المشهد ده كان تحفة. جاكي بيطلع من المشهد وهو بينهج وبيضحك: يا عم، أنا لوحدي أضرب 30 واحد، أنا كده بقيت سوبرمان وأنا مش عارف. المخرج بيرد: ده فيلم تجاري، لازم يبقى ممتع. جاكي بيتريق: ممتع؟ أنا نفسي أعمل فيلم رومانسي، أرتاح من القفز والضرب ده. فجأة سيناريست شاب بيطلع وبيقول: أنا كتبت لك ثلاثية رومانسية يا جاكي. جاكي بيفرح: بجد؟ احكي. السيناريست بيحكي: الفيلم الأول حب في وسط المعركة، التاني حب وسط الدم، التالت حب في أي حتة. جاكي بيضحك: يا عم، دي أفلام أكشن برضه، أنت عايزني أضرب وأحب في نفس الوقت؟ بعد التصوير، مساعد جاكي بيجيله بجدول مواعيده المليان. فيه دعوة لماتش جولف في القطب الشمالي، حفلة عند ستالون، افتتاح مهرجان جليد في جنوب إفريقيا، ومهرجان سينما في الصومال. جاكي بيرفض كل ده. جولف؟ أنا مش بحب الكورة دي. ستالون؟ ابعت له ورد. الصومال؟ لا، دي خطر قوي. لحد ما المساعد بيقول له: في دعوة من زو نوا عشان تتبنى باندا صغيرة. جاكي عينيه بتلمع: باندا؟ دي حاجة كيوت، أنا رايح. ويقرر يسافر لجزيرة نوح على طول. جاكي بيوصل زو نوا، والناس بتستقبله زي الملوك. المعجبين بيتصوروا معاه، والأطفال بيجريوا وراه. جاكي، بيتر مدير الزو بيرحب بيه: أهلا يا جاكي، أنا بيتر،
أو ممكن تقول لي العجوز بيه. إحنا هنا بنعشق الباندا. أنستازيا مساعدة بيتر بتضيف: الباندا دي أشهر منك يا جاكي، عندها متابعين أكتر. جاكي بيضحك: طب أنا هعملها سيناريو ونشوف مين هيبقى أشهر. بيروح معاهم يشوف هو في بيت الباندا. لما جاكي بيشوف هو بيذوب من كيوتنسها، وهو بتلعب بترمي البامبو وبترقص زي الطفل الصغير. جاكي بيقول: يا نهار أبيض، دي أجمد من أي ممثلة اشتغلت معاها. شياو شو اللي بتعتني بهوهو بتقول له: إحنا بنفكر نسميها هوهو عشان هي شقية وبتحب تلعب، بتحب الناس الطيبين، بس لو زهقت بتكركر. في مشهد كوميدي، وهو بتجري وتتعلق في رجل جاكي وهو بيحاول يفكها وهي بتزه من الفرحة. شياو شو بتقول: هو بتحبك عشان كده بتكركر. جاكي بيضحك: دي باندا مميزة بجد، أنا هعلمها كونغ فو. جاكي بيحس إنه هو مش مجرد باندا، دي زي أخته الصغيرة. بيقرر إنه هيحميها مهما حصل. في نفس الوقت بيتر بيديله شهادة تبني رمزية وبيقول له: أنت دلوقتي مسؤول عن هوهو يا جاكي. جاكي بيبتسم: مسؤولية كبيرة، بس أنا قدها. في الليل العصابة بتبدأ تنفذ خطتها. بيقتحموا زونوا وبيستخدموا أجهزة متطورة عشان يقطعوا كاميرات المراقبة. جيمس، واحد من العصابة، بيقول: الخطة دي زي فيلم هوليوود، بس البطل فيها باندا. الزعيم بيرد: مركز يا جيمس، لو فشلنا مش هنشوف 100 مليون. بيوصلوا لبيت الباندا وبيفتحوا قفص هوهو. هوهو اللي كانت نايمة بتصحى وبتبص لهم بعينيها الكيوت، بس العصابة بتاخدها وتهرب بسرعة. في نفس الوقت جاكي كان في حفلة التبني بتاعت الباندا. الكل بيحتفل وهو بيتكلم عن أهمية حماية الحيوانات. بس فجأة الأمن بيبلغ إن الكاميرات اتقطعت وفي حركة مشبوهة. جاكي بيجري على بيت الباندا وبيكتشف إن هو اتخطفت. بيصرخ: مين اللي يجرؤ ياخد أختي الصغيرة؟ شياو شو بتيجي معاه وبتقول له: لازم نلاقيها يا جاكي، هو لوحدها. جاكي بيرد: متقلقيش، أنا جاكي، وهو هترجع. جاكي وشياو شو بيدخلوا في مغامرة أكشن مليانة تشويق. بيطاردوا العصابة في شوارع جزيرة نوح، وجاكي بيستخدم مهاراته في الكونغ فو. في مشهد خطير، جاكي بيقفز من فوق عربية نقل وهو بيضرب واحد من العصابة وبيصرخ: انتوا مين اللي عايزينها وهو؟ دي تحت حمايتي. شياو شو بتشجعه: اضرب يا جاكي، خليهم يعرفوا إن الباندا دي مش للبيع. العصابة بتحاول تهرب بموتوسيكلات، وجاكي بيسرق موتوسيكل ويطاردهم. في مشهد كوميدي، جاكي بيحاول يتحكم في الموتوسيكل وهو بيقول: أنا عارف أعمل حركات أكشن، بس الموتوسيكل ده زي الحصان الجامح. شياوشو بتضحك: مركز يا جاكي، عينك على هوهو. المطاردة بتوصل لسوق شعبي، وجاكي بيتزحلق تحت عربيات فاكهة وبيرمي كراتين على العصابة عشان يبطلهم. في وسط المطاردة جاكي بيكتشف إن العصابة بتخطط تبيع هوهو لفاريها. بس في سر أكبر: فاريها مش عايز الباندا عشان يتباهى بيها، لكنه عايزها عشان بنته الصغيرة باشا اللي عندها سرطان دم. هوهو هي الشيء الوحيد اللي بيفرح باشا وبيخليها تحس إنها أحسن. جاكي بيحس بالموقف ده، بس مش هيسمح إن هوهو تتخطف. جاكي وشياوشو بيدخلوا في مغامرة أكشن مليانة تشويق. بيطاردوا العصابة في شوارع جزيرة نوح، وجاكي بيستخدم مهاراته في الكونغ فو. في مشهد خطير، جاكي بيقفز من فوق عربية نقل وهو بيضرب واحد من العصابة وبيصرخ: انتوا مين اللي عايزينها وهو؟ دي تحت حمايتي. شياو شو بتشجعه: اضرب يا جاكي، خليهم يعرفوا إن الباندا دي مش للبيع. العصابة بتحاول تهرب بموتوسيكلات، وجاكي بيسرق موتوسيكل ويطاردهم. في مشهد كوميدي، جاكي بيحاول يتحكم في الموتوسيكل وهو بيقول: أنا عارف أعمل حركات أكشن، بس الموتوسيكل ده زي الحصان الجامح. شياوشو بتضحك: مركز يا جاكي، عينك على هوهو. المطاردة بتوصل لسوق شعبي، وجاكي بيتزحلق تحت عربيات فاكهة وبيرمي كراتين على العصابة عشان يبطلهم. في وسط المطاردة جاكي بيكتشف إن العصابة بتخطط تبيع هوهو لفاريها. بس في سر أكبر: فاريها مش عايز الباندا عشان يتباهى بيها، لكنه عايزها عشان بنته الصغيرة باشا اللي عندها سرطان دم. هوهو هي الشيء الوحيد اللي بيفرح باشا وبيخليها تحس إنها أحسن. جاكي بيحس بالموقف ده، بس مش هيسمح إن هوهو تتخطف. المواجهة النهائية بتحصل في ميناء جزيرة نوح. العصابة بتحاول تهرب هوهو على سفينة، بس جاكي بيوصل في الوقت المناسب. بيبدأ معركة ملحمية ضد العصابة، وبيستخدم كل حاجة حواليه: براميل،
حبال وحتى شبكة صيد. في مشهد مبهر، جاكي بيعلق واحد من العصابة في الشبكة وبيلفه زي الكورة وبيقول ده جزا اللي يفكر يخطف هوهو. الزعيم بيحاول يهرب بهوهو، بس جاكي بيمسكه في آخر لحظة. هوهو اللي كانت خايفة بتبص لجاكي وبتكركر لما بتشوفه، زي لو بتقول له أنا عارفة إنك هتنقذني. في اللحظة دي فريها بيظهر بنفسه وبيحكي لجاكي عن بنته باشا. باشا بتموت يا جاكي، وهو هي اللي بتخليها تضحك. أنا مش عايز أذي حد، بس أنا عايز بنتي تعيش. جاكي اللي قلبه طيب بيحس بالقصة وبيقول لفريها مش لازم تخطفها، إحنا ممكن نخلي هو تزور باشا كل يوم، بس لازم تسيبها في بيتها الطبيعي. بعد مفاوضات ومعركة أخيرة، جاكي بينجح ينقذ هوهو، والشرطة بتوصل وتعتقل العصابة. فريها بيوافق على اقتراح جاكي، وهو بترجع لزونوا بسلام. بعد 6 شهور بنروح لمركز الباندا في سيتشوان، الصين. جاكي بيزور هوهو اللي بقت نجمة كبيرة ومعروفة. باشا بنت فريها بقت أحسن بكتير بفضل زيارات هوهو المنتظمة ليها، واللي بتساعدها تتحسن نفسيا وصحيا. جاكي بيلعب مع هوهو وبيضحك. يا هوهو انتي نجمة بجد، بس بلاش تعلقي في رجلي تاني. شياو شو بتقول؟ جاكي انت بطل، بس هوهو هي البطلة الحقيقية. الكاميرا بتبعد وهي بتوري هوهو وهي بتلعب وبتاكل بامبو مع أغنية خفيفة في الخلفية بتحكي عن مغامرتها. الأغنية بتقول يا هوهو يا كيوت، عينيكي سودة ومليانة سحر، كل الناس بتحبك، من قلبها بتديكي القمر حتى لو فيه أشرار، احنا معاكي في أي خطر يا هوهو، يا نجمة انت الأمل في كل مكان. خطة الباندا فيلم ممتع يجمع بين الأكشن، الكوميديا والدراما بطريقة ذكية. جاكي بيظهر في أحسن حالاته كبطل أكشن وإنسان طيب، وهو بتكون النجمة الحقيقية اللي بتسرق القلوب. الفيلم بيسيبك بابتسامة وإحساس بالأمل، مع رسالة قوية إن الحيوانات لازم تتعامل بحب واحترام، وإن الخير دايما بيكسب لو إحنا بنساعد بعض. جاكي بيطلع بطل مش بس في الأفلام، لكن في الحياة الحقيقية كمان. القصة بتخلص بملاحظة إن الفيلم خيالي بالكامل، وإن مفيش حيوانات اتأذت أثناء التصوير، وكل الباندا في الفيلم هي تأثيرات بصرية.